هل تعلم أن ترك الخرسانة تجف بسرعة؟ قد يضعفها بشكل كبير. بعد صب الخرسانة، يبدأ تفاعل كيميائي داخلها يسمى التميك. هذا التفاعل يحتاج إلى الماء لكي تكتسب الخرسانة قوتها الحقيقية. إذا جفت الخرسانة بسرعة، قد تظهر فيها تشققات وتصبح أضعف مما يجب. لهذا السبب، يقوم العمال برشها بالماء لعدة أيام للحفاظ على رطوبتها. وهذه العملية تسمى المعالجة، وهي ضرورية لضمان متانة الخرسانة. في عالم البناء، ليس المهم فقط كيف تصب الخرسانة، بل كيف تعتني بها بعد الصب. تابعني لتتعرف على أسرار البناء التي لا ينتبه لها كثير من الناس.